كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المشكل هو الدوام على الخطأ. إذن باش ما ندوموش على الخطأ خصنا نعرفوا الخطأ باش ما تبقاش تعودوا. الخطأ منين جاي من النفس، من النفس ومن الشيطان. ولكن الشيطان منين دزلك؟ لأن النفس تصنطت له وعجبها كلامه. إذن هذه النفس اللي تصنطت للشيطان وتصنطت الهوى ديالها فيها شي علة. الحالة اللي كتلقى راسك فيها ضعيف قلب عليها، شوف بالضبط أشنو من مشكلة عندك في الجانب الإيماني، ما الذي يبطئك. أمراض النفس كثيرة. إذن لا بد من بعد معرفة منازل الإيمان ومقامات الإحسان من توبة وتوكل وفقر إلى الله وزهد وغنى بالله إلى آخره، لا بد أيضا من معرفة النفس ومشكلاتها ومثبطاتها. يعني هذوك السلاسل اللي كيعجزونا وما يخلوناش نتحركوا موجودة في النفس ديالنا. فقه النفس، فقه الإيمان وفقه النفس بجوج خص الإنسان يبدأ يتعلم ليهم. هذا كله من فقه الدين اللي هو واحد من المعاني المقصودة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقه الدين يتعلق بالحلال والحرام، يتعلق بأركان الإيمان، يتعلق بمنازل الإيمان، يتعلق بفقه النفس وخبائثها. أشياء كثيرة جدا تتعلق بفقه الدين. بل يمكن أن نقول إن ما يسمى اليوم بفقه الواقع هو من جملة فقه الدين. إذن معرفة أحوال النفس تعاونك باش تستطيع تكون منظم في الأمور ديالك عامة وفي أمور العبادة خاصة. إذا استطعت إذن تعرف هذه الأشياء هذه من نفسك، فين كاين العلة فيك اللي ما خلاتكش تكون منظم، غادي تعالجها. ومن اللي تعالجها تستطيع تكون منظم، ومن اللي تكون منظم تستطيع تستمر. وهو الشرط الثاني اللي تكلمنا على الذكر باش يبقى ثابت ويعطي الثمار ديالو والأكل ديالو. إذن راه فقه الإيمان وفقه النفس هذا الشيء مرتبط، واحد الارتباط وثيق بالكلام اللي تكلمنا عليه، اللي هو شروط ديال الاستمرار في ذكر الله عز وجل وشروط ديال السير إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،